اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اصحابه اجمعين. حبايبي عاملين ايه؟ صباح الجمال، صباح الحب. النهارده بقى مع بعض هنعمل جلاش، وهعمل كمان بطاطس محشيه باللحمه المفرومه. وتعالوا نشوف طيب هنعمل ايه طيب ومكوناتنا ايه. اول حاجه انا جايبه نص كيلو لحمه مفرومه. طبعا اللحمه مفرومه من عند جزار وصبحه زي ما انتم شايفين جميله ازاي. وجبت كمان كيلو ونص من البطاطس الصغيره وقطعتها وقورتها زي ما انتم شايفين كده اهي. بصوا متقوره ازاي وغسلينها. وهنعمل ايه تاني؟ وهنا ده التقوير بتاعها، ده تقوير البطاطس عشان نرصها فيه. واربع بصلات طبعا كبار حلوين، ولفتين جلاش لان انا هعمل الصينيه الكبيره. تعالوا نشوف النهارده طيب. وكمان التوابل ما ننساهاش: ملح، معلقه ملح كبيره، معلقه فلفل اسود، معلقه زعتر وروزماري، ومعلقه كمان من بهارات اللحمه، وكوبايه اللبن والبيضايه طبعا للجلاش. تعالوا نشوف الاول هنعمل ايه. اول حاجه هنعملها بعد ما غسلنا البطاطس، تعالوا نقليها نص قليه ونسيبها تبرد، ونعمل كمان ونعصج اللحمه ايه مع بعض. الزيت خلاص سخن، انزل فيه على طول البطاطس. دي الخطوه ديت من الخطوات المهمه. احنا مش هنحمرها قوي، احنا هنخليها اللون الذهبي ونخرج على طول. اول ما لونها يبقى ذهبي نحمر. نقلب بس ايه الناحيتين. شايفين؟ ندي بس ايه تقليبه ليها كلهم كده عشان نخليها لونها مصفر من جميع الجهات. شايفين اللون بقى عامل ازاي؟ خلاص. في ناس بقى يا جماعه بيجففوها عشان خاطر بيشيلوها لرمضان اهو، عادي بتبقى سهله عليهم للموظفين، وتتحط في قلب اطباق وبالاسترتش، وتبقى جاهزه على طول ان انت تحطي تحشيها لحمه مفرومه. برضو من الحاجات السهله قوي. زي ما انتم شايفين اهو، انا خرجت اهوت البطاطس وهخرج بقيتهم. حطيت هنا بقى السمنه، هنزل بالبصل، نقلب بقى كده. اول ما تصفر ننزل على طول اللحمه المفرومه. وهنا طبعا البطاطس بتبرد عشان نحشيها على طول وندخلها الفرن كده. اول ما اصفرت على طول ننزل اللحمه المفرومه. بسم الله الرحمن الرحيم. نقلبها بقى تقليبه حلوه. اول ما اللون بتاعها بس يغير نحط على طول التوابل اهو: الملح والفلفل الاسود والروزماري وبهارات اللحمه. ونقلب بقى كده. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد عليه افضل الصلاه والسلام. ما شاء الله حبيبي يا رسول الله. بصوا يا جماعه، لما بتكون اللحمه صبحه بتبقى ليها ريحه تانية خالص غير لما تكون في الفريزر اهو. كده خلاص اللون بتاعها كده خلاص استوت اهو. تعالوا بقى نعمل بقى الجلاش عبال ما يبرد شويه عشان نحشي البطاطس بيها باللحمه المفرومه. كده انا جبت الصينيه زي ما انتم شايفين، صينيه كبيره. الصينيه ديت بتاخد كيلو جلاش. بس الجلاش اللي هو نص كيلو.
خلي بالنا لان في جلاش ما بيبقاش نص. اول حاجه اهو دهنا طبعا ايه سمنه، زي ما انتوا شايفين كده، وده النص بس كده. عملت قبل كده معاكم الجلاش. طبعا انا مش هطول عليكم، انا هعمل لكل ايه بين كل رقين هعمل ايه مسحه سمنه. من كل رقين هعمل مسحه سمنه كده يا جماعه. وبعد كده تعالوا شوفوني بعد ما اخلص الجزئيه دي عشان الفيديو ما يطولش عليكم. كده انا خلصت لفه الجلاش الاولانيه اهو زي ما انتم شايفين. نحط بقى اللحمه المفرومه نوزعها حلو كده. الريحه مش قادره اوصف لكم، ريحتها روعه روعه روعه. البهارات مع الروزماري بيخلي ريحتها جميله جدا. بتفرق كمان يا جماعه في نوع اللحمه، يعني لو اللحمه حلوه ومن عند جزار كويس لحمه بلدي حلوه بتفرق في ايه في النقطه دي. تمام اهو. خلاص كده حلو قوي. نحط بقى لفه الجلاش التانيه وارجع لكم برده تاني. كده انا خلصت اللفه التانيه من الجلاش. تعالوا بقى نقطع. بسم الله الرحمن الرحيم. اول حاجه نسمي الله كده ونقول اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد. نقطع بس ايه الاول، نقسمها كده، نقسم الايه القطعه عشان تطلع مظبوطه ويبقى كله متساوي. وبعد كده نقطع مربعات. بعد كده نقطع بقى السمبوكسه. طبعا انا مشغله الفرن على درجه حراره 180 في الرف الوسطاني اهو. شايفين الجلاش لما بيكون صابح بيبقى حلو قوي، يعني ولا بيتقطع ولا بيبقى متفرول ولا اي حاجه ولا يتكسر اهو. شايفين ده كده مربعات. نقطع بقى كل واحده سمبوكسه اهي، اقسمها 2، كل واحده تتقسم 2 كده كل مربع. شايفين اهي كلها سمبوكسات كده زي ما انتم شايفين بالمنظر ده. وبعد كده هخلصها واجي لكم تاني برضو. كده انا جبت اللبن زي ما انتم شايفين كده، حطيت معاه معلقه ملح ومعلقه صغيره فلفل اسود. تمام. هنزل بالبيضه عليها. تمام اهو. بسم الله الرحمن الرحيم. شايفين نقلبه حلو قوي كده ونحط على طول عليها كده زي ما انتم شايفين. نعملها شمال ويمين كده عشان كله ياخد من اللبن والبيض اهو. شايفين الحلاوه والطعمه. ندخل على طول الفرن. خلاص تعالوا بقى نحشي البطاطس مع بعض. اول حاجه
بسم الله الرحمن الرحيم. اهو نحط على طول في الصينيه. ده كده اليوم بتاعنا النهارده، واكلنا النهارده سهل وبسيط مفيهوش اي حاجه. عايزه تعمليه في العزومات بيبقى جميل جدا في العزومه. اهي شايفين. هخلص بقى كل الكميه ديت وارجع لكم تاني. كده انا عملت ايه، ضربت 4 قطيات طماطمات وحطيت معاهم فلفل اسود وملح زي ما انتم شايفين كده اهو، ونقلب وبعد كده نحطهم عليها. بس كده، بس كده شايفين زي ما انتم شايفين كده. خرجت صينيه الجلاش لسه خارجه من الفرن، تهدى بس شويه وتبرد شويه، بعد كده ايه اقطعها ونحطها في قلب الايه السرفيس. شايفين البطاطس وجمالها يا جماعه؟ شايفين؟ بصوا كده اهي، يعني مهريه مهريه مهريه. شايفين اهو. ده كده الفيديو بتاعنا النهارده. لو عجبك بقى ما تنسيش السبسكرايب ليوميات مطبخ الياسمين واللايك الجميل وتعليقاتك، واقول لك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته مع احلى متابعين في الدنيا.